السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى دايما تكونوا بخير يا رب. ان شاء الله النهارده عامله معاكم محشي الكرنب والفلفل، ان شاء الله رب الطريقه تعجبكم وتجربوها. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد وتدوسوا لايك. نخش حبايب قلبي على الفيديو بتاعنا، نسمي كده بسم الله. هنا عندي حوالي 6 بصلات كده كبار. عايز تاكلي محشي حلو وطعمه جميل جدا، كتري في البصل والخضره. عندي كده 6 بصلات كبار، وعندي كام قرن فلفل كده رومي على شطه، وانتوا على حسب ما تحبوا. لو عايزين رومي كله ماشي، عايزين شطه ماشي، كله بيدي طعم حلو جدا للمحشي. اهم حاجه كده ايه، نقطع البصل حتت صغيره كده. البصل بتاع المحشي لما تقطعوه على ايديكوا كده اهوت بيدي طعم حلو جدا للمحشي. نخرط كده البصل كده حتت صغيره. طبعا البصل الكتير بيخلي المحشي طعمه حلو وجميل جدا، والخضرة الكتير طبعا يعني اهم حاجة في المحشي الخضرة، اللي هو الكزبرة والشبت بتكتروه اكتر حاجة، والبقدونس مش كتير قوي، بيخلي ريحة الشبت والكزبرة بيخلي ريحة المحشي جميلة جدا. وانا اعرف ناس ان هي ما تحبش تحط خضرة خالص في المحشي، هما بيحبوش الخضرة، بس المحشي بجد بالخضرة الكتيرة جدا يعني بتبقى حلوة جدا، الخضرة والبصلة. هنخرط كده البصل حتت صغيرة كده، نشيل بس الفلفل كده على جنب، هنخرطه لوحده ونخرط البصل لوحده. بص هنخرط البصل كله بالمنظر ده كده صغير خالص كده اهوت، ونرجع لكم تاني. كده خلصت كمية البصل كلها، بس هنرش عليه رشة من الملح كده قبل ما نحطها على النار. كده خلصنا ال6 بصلات كلهم. كده معلقة من الملح كده في البداية دلوقتي، نديها رشة كده عشان تدي ايه، ريحة حلوة واحنا بنحطها على النار. انا بعمل المحشي بزيت، بيكون الزيت نضيف كده. عندي حلة على النار، وبجيب زيت نضيف مش بتاع التومين، وبحط كده في البداية كده حوالي نص كوباية، ونشوف بقى نحتاج ولا لا. عشان كمية البصل كتيرة، هنشوف بقى نديها تقليبة ونشوفها. بس كده نديها تقليبة. انا كنت مسخنة الحلة الاول، وبعد كده حطيت الزيت. هنحط كمان حبة تاني، يعني خدنا حوالي كده كوباية من الزيت متوسطة، عشان كمية البصل كتيرة. قبل بقى ما البصلة بتاعتي تدبل، هنجيب الطماطم. انا بغسل الطماطم وبنضفها كويس جدا، وبفرزها سليمة كده، يعني دي متفرزة. بصوا ناشفة هي، بس انا طلعتها من شوية يا دوبك، يعني ايه، فكت حاجات بسيطة. دي طماطم متفرزة نضيفة ومغسولة، ويعني على طول على ايه، على الخلاط. كده برضو هنحط لها حتة بنجر كده برضو، كده شرحتين 3 كده من البنجر، بيدي التخديعة يعني ريحة حلوة قوي، قصدي لون حلو قوي. كده هنجيب الطماطم اللي هي فكت شوية، هنحطها في الخلاط بحالها كده اهوت، ونضربها في الخلاط هي والبنجر. كده ضربنا ايه الطماطم بالبنجر كده، بس اللون الوردي الجميل ده. البصلة دبلت معايا شوية صغيرين كده. انا قطعت الفلفل كله الرومي والحامي، كان عندي قرنين كده لونهم احمر واخضر واصفر. هتبل برضو ايه الفلفل. انا مش هحمر البصله خالص، انا يا دوبك تبقى لونها الشفاف كده، لونها شفافي، مش هتبقى حمرا ولا صفرا ولا اي حاجه، يا دوبك تدبل، بتدي طعم رائع للمحشي. لما تدبلوها كده بتدي طعم حلو جدا. كده خلاص انا دبلتها، انا ما حمرتهاش، يا دوبك دبلت حاجات بسيطه هي والفلفل، هنزل عليها بالطماطم. كده عندي طماطم تاني برضو في الشفشق. بس كده اديها تقليبه حلوه كده، واسيبها ايه تتسبك. مش هنحط لها اي اضافات دلوقتي غير لما تتسبك معايا، عشان تبقى ريحه البهارات اللي انا هحطها لها واضحه، يعني مش ما راحتش في الغليان بتاعها. هنغطيها. نجيب غطا الحله ده كان صغير، هنجيب الغطا بتاعها عشان ايه، وهي بتغلي ما تبوظ لناش الدنيا حوالينا كده يعني.
بس كده هنسيبها لغايه ما تتسبك. بصوا انا نقلتها بس في صينيه كده. بصوا اتسبكت خالص خالص، هي نشفت خالص. بصوا يعني تقلت جامد جدا. ابتدي بقى دلوقتي ايه اظبط الملح بتاعها. احط كده معلقه ملح كبيره، معلقتين ملح عشان كميه كمان ايه الرز طبعا. هنحط كده معلقه صغيره من الكزبره الناشفه. فلفل اسمر. هي المعلقه دي نوني خالص صغيره خالص، بس هي معلقه صغيره يعني. انا بحط بيها معلقتين عشان هي صغيره جدا. كده كمون. كمون بقى معلقه كبيره. ما بنحطش غير كمون وفلفل اسمر وملح وايه وشطه حاميه لو حابين. دي كده شطه ناشفه يعني. بس كده خلاص. هي دلوقتي ايه هتاخد غلوتين. نحط لها بقى معلقه توم صغيره كده كمان، بتديها طبعا ريحه حلوه جدا. بتخلي ريحه المحشي كده طالعه حلوه قوي. ما هي حته صغيره كده، قيمه معلقه صغيره. طبعا هي متفرزه يا دوبك نحطها كده هتفك معانا، تاخد غلوتين معاها. التومه تفك معايا كده وخلاص. هنغطيها كده تاخد غلوتين مع التومه ونطفي عليها. هنحضر بقى دلوقتي الخضره بتاعتنا. بص الخضره. ده شبت. عندي شبت وكزبره وبقدونس، بس البقدونس انا ايه ما بجيبوش كتير. بكتر قوي من الشبت والكزبره. ممكن اجيب حزمتين بقدونس لو الحزم صغيره. الكبيره بجيب واحده بس. فانا جايبه الكميه كلها شبت وكزبره وحزمتين بس بقدونس. دول حوالي 9 ربط من الخضره. فالمحشي بحبه بالخضره كتير كده، بتبقى طعمه حلو جدا. بس هننضف بس الخضره بتاعتنا كده، هي نظيفه يعني مفيهاش حاجات وحشه كتير عشان لسه طازه. والتسبيكه لسه بقى هتاخد لها غلوتين كده ونطفي عليها. وانا طبعا عندي الكرنب مفرزاه، يعني مطلعاه من بالليل عشان يفك معايا. يعتبر ايه يعني مفيش غير التخديعه بس اللي هنعملها بس، ونسلق اللحمه. طبعا انضف الخضره كده واغسلها كويس جدا. يعني بغسلها اكتر من 5 مرات كده لغايه ما تبقى الميه بتاعتها شفافه. بغسلها في طبق كبير. بغسلها في طبق كبير كده. انا غسلتها اهوت اكتر من حوالي 5 مرات لغايه ما احس ان الميه بتاعتها كده نظيفه ونقيه جدا، عشان لو فيها رمل ولا فيها اي حاجه بتبقى نظيفه قوي. بس كده غسلنا الخضره كده. وعندي الكرنب اهوت انا مطلعاه من بالليل بس لسه فيه قلبه تلج. هغلي بقى ايه كات الميه كده، واروح مفضيه على ميه سخنه جدا بتغلي كده على الكرنب اللي انا ايه اللي هو لسه مفكش يعني شويه. انا مطلعاه من بالليل ودلوقتي تاني يوم الصبح لقيت قلبه لسه فيه تلج، فرحت حاطه عليه ميه بتغلي كده. اخر كده ايه اخليه كده ايه يفك خالص معايا، مش هيجرى له اي حاجه. وبعد ما خلي يعني حسيت ان هو فك خالص كده وبقى طري وخلاص، اروح حاطاه في مصفى اصفيه كويس جدا من الميه. ونبتدي بقى ايه نحضر الخلطه بتاعتنا اللي هو ايه الرز طبعا والخضره نخرطها. ونبتدي بقى نعمل المحشي بتاعنا. بس كده بفككه من بعضيه واحطه في الميه السخنه. بس كده اتركه على جنب لغايه ما يفك معايا. وبعد كده ايه احطه في مصفى ويتصفى خالص. هنا عندي اللحمه وعندي حله على النار كده. انا طفيت على التسبيكه خلاص. وعندي ميه سخنه جدا هسقط فيها اللحمه غسلاها كويس جدا. غسلاها ومصفياها. بس كده اسقطها بقى في الايه في الميه السخنه قوي كده.
بس كده اسيبها لغايه ما تعمل الريمه بتاعتها، وبعد كده نشيلها، وبعد كده نحط لها ايه الاضافات اللي هنحطها لها. اهم حاجه نشيل الريمه بتاعتها عشان تبقى الشوربه بتاعتها نقيه وحلوه. بصوا كده كل ما تكون ريمه معايا اروح شايلاها في طبق كده بالمعلقه، قبل ما احط اي اضافات خالص، ولا ملح ولا فلفل اسمر ولا اي حاجه. لو حطيت اي حاجه في البدايه الريمه ديت هتبقى ايه، هتشيل مني بقى الفلفل الاسمر اللي انا هحطه او اي بهارات هحطها. فلازم اشيل الريمه بتاعتي الاول خالص. كل ما بتيجي تغلي كده غلوه بتعمل كون ريمه، اشيلها خالص وبعد كده احط بقى الاضافات اللي انا عايزه احطها للحمه. بس كده اغطيها، وكل شويه بقى ايه كل ما تكون ريمه كده اروح شايلاها. بص الريمه اللي طلعتها منها قد ايه كده، دي اخر حاجه ديت، وما فيهاش اي حاجه تاني كده. خلاص بدات تغلي معايا، طول ما غلت معايا كده خلاص مش هتكون ريمه تاني معايا. كده هضيف بقى بصلايه، طماطمايه، قرن فلفل، ورقه لورا، فلفل اسمر، ملح، بهارات، شطه. يبقى حطينا بصلايه صغيره، حطينا طماطمايه، قرن فلفل، حطينا معلقه ملح، حطينا نص معلقه فلفل اسمر، حطينا نص معلقه بهارات، حطينا رشه من الشطه الناشفه يعني. بس كده اديها تقليبه، وحطينا طماطمايه برضو، نديها تقليبه كده ونسيبها بقى تغلي. ولما تغلي بقى نوطي عليها خالص عشان تستوي على نار هاديه، قبل بقى ايه ما نعمل المحشي بتاعنا. نلفه يعني كده ونعمل ايه. عندي كده الرز اهو غسلته وصفيته كويس قوي، متصفي بالمصفى وغسلته كويس جدا وصفيته، والخضره خرطتها هي كلها. هنقلب بس الخضره في الرز الاول قبل ما نحط ايه الصلصه، عشان نتاكد ان الخضره اتخلطت كويس مع الرز. اي اضافات عايزين تحطوها دلوقتي حطوها قبل ما تحطوا ايه الصلصه، لان الصلصه بتخلي الرز مع الخضره ملزقه، مش هتعرفوا تحطوا ايه اي حاجه وتتقلب بسهوله يعني. بصوا هي مفرفته كده. لو عايزين تزودوا ملح، عايزين تحطوا اي حاجه تحطوها في المرحله دي كده عشان تسهل عليكم ايه التقليب. بس الرز كده مفلفل كده مع ايه مع الخضره. لو حطينا بقى الصلصه دلوقتي هتبقى ايه ملزقه كده. عندي قرن فلفل حراق كده بيدي طعم حلو قوي للكرنب، بيبقى نكهه الفلفل كده طعمه حلو جدا. على حسب ما تحبوا، عايزينه حامي او رومي. لو مش عايزينه حامي حطوا رومي. حته صغننه خالص كده تدي ريحه حلوه جدا كده في قلب الكرنب. هنخرطه حته صغيره خالص كده. طبعا احنا حاطين في التخديعه، بس ده بقى ايه بيدي طعم تاني خالص للكرنب. بس كده هقلبه تقليبه. نحط بقى ايه عندنا، نحط نزود بس ملح كده عشان يبقى الحقيق بتاعنا مظبوط. كده عندي مكعب مرقه هنحطه، وهنحط برضو ملح، وخلاص على كده. والمرقه دي طبعا اختياري حسب ما تحبوا. بس كده دي برضو رشه من الملح، هظبط ايه الملح بتاعي من دلوقتي قبل ما احط الصلصه. بس نديها تقليبه كويسه كده ونحط عليها الصلصه وخلاص. وانا طبعا مصفيه الكرنب على جنب كده بمصفى وجاهز معايا. بصوا الصلصه كده خلاص بتاعتي بردت. بس كده اديها تقليبه كويسه كده. هنقلبها كويس كده، وعندنا الفلفل لسه ما
ما قورناهوش، هنجيبه نقوره برضو. كده خلاص خلصتها هي. بصي بقى شكلها حلو جدا ولونها احمر قوي وجميله. وعندي كام قرن فلفل حراق بيبقى طعمه حلو جدا للمحشي. وعندي فلفل رومي برضو. بس منقيه الفلفل الحراق صغير كده ايه، مش قوي يعني، بس بيدي طعم حلو جدا اللي هو محشي كده حلو قوي. بس ابتدي بقى ايه اطلع القلب بتاعه. ممكن تطلعوه بمقوار بمعلقه صغيره حسب ما تحبوا. بس يا دوبك كده بس اقطع الحته اللي فوق دي كده اهوت، واروح مطلعه مسلكه القلب بتاعه كده بحرف السكينه، وبيطلع معايا بكل سهوله. وتحت الحنفيه بقى بنطلع كل البذر الباقي يعني، بنغسله كويس جدا تحت الحنفيه كده سرسوب من الميه صغير، وبنطلع كل البذر اللي في الفلفل. الفلفل الرومي ده بايديا كده بسقط ايه. بصوا كده طلعت معايا بكل سهوله. بس كده هنغسلهم كويس جدا كده. نبتدي بقى نحشي ايه المحشي بتاعنا. كده خلاص خلصناهم وغسلناهم كويس جدا تحت الحنفيه، كل البذر اتشال الزياده. بس كده جبت ورق اخضر كده وحطيته في قعر الحله. بس كده هنبتدي بقى نحشي ايه الكرنب. بحط حبه رز كده في نص الورقه على الحرف كده، مش في نصها قوي يعني. إيه، ما بحطش الحشوه بتاعتي على الحروف، بحطها في النص كده. وابتدي ايه الف عشان ايه, إيه مفيش حاجه تطلع من الجناب. يبقى احط كده ايه حبه رز في نص الورقه. ما بحطش الرز كده في الورقه كلها عشان مفيش رز يطلع من الحله وانا بسويها ويبقى شكلها مش ظريف كده. الطريقه دي بتخلي الرز يعني بتخلي المحشي نضيف جدا، وهتشوفوه لغايه ما يستوي مفيش رزايه على صابع المحشي. ليه؟ عشان انا بحط حته صغيره كده اهوت من الرز في نص الورقه وبلف عليها كويس جدا. مجرد ما بتستوي الرز بتاعي معايا بيفرش في ايه في قلب الورقه. شايفين عامل ازاي ناشف جدا، والرز ما بيطلعش منه خالص. نحشي كمان واحدة كمان. بص بحط حبة رز في النص كده واضغط عليها وبلفها على طول. ما بوزعش الرز في قلب الورقة، لو وزعته عقبال ما بيستوي هيطلع لي من الجناب بقى وبهدل الحلة كلها، يبقى كلها رز حوالين ايه الصابع. فدلوقتي هتشوفوه دلوقتي كده بعد ما يستوي كمان. بصوا حاجة جميلة جدا. او حبة بص رز كده في النص واروح ضغطة عليهم واروح من ايه لفة الصابع بتاعي. بص اهوت عملت الكمية دي كده. بس كده هنعمل كمان الفلفل. هنعمل بقى ايه الحلة هنعملها 3 بالعرض و3 بالطول، هوريها لكم في الاخر. بص كمان الفلفل بحشيه كويس جدا، ما بخلوش مهوي خالص، بحشيه كويس قوي وبخلي عقلة صباع كده فاضية عشان لما بيجي بيستوي ايه تبقى الرز على اخر ايه اخر الفلفلايه من فوق. بص بقى يعني بملاها كويس جدا كده وقيمة يعني عقلة صباع كده فاضية. شايفين عقلة واحدة كده فاضية عشان مجرد ما انا كبساه كويس ومجرد ما هيستوي هيملى معايا ايه الفلفلاية. نعمل برضو واحد ايه. بصوا خلصت الحلة عملت 3 بالعرض و3 بالطول، بيبقى المنظر الجميل ده حلو قوي. 3 عكس 3 يعني 3 بالعرض كده و3 عكسهم. عملت كل الحلة على هذا المنظر ده كده. وعملنا الفلفل اهو حشيناه وغطيناه بالغطا اللي احنا شلناه منه. وهنا عندي كام فص توم كده اهوت احطهم حوالين فوق الحله كده عشان ايه ده طبعا محشي متفرز عشان ما يشدش معايا. بس حطيت حوالي 4 فصوص توم كده. وعندي الشوربه بتاعتي حطيت لها الصلصه من بتاعت المحشي كده ايه معلقتين كبار كده لغايه ما بقيت اللون الاحمر ده حلو جدا. بس كده انا مظبطه الملح بتاعها، وهي شوربه اللحمه على معلقتين او 3 صلصه من بتاعت المحشي. نبتدي بقى دي شوربه يعني سخنه بقى كانت بتغلي. حاطين عليها الصلصة بتاعت المحشي كده معلقتين كبار او 3 حسب ما تلون معايا يعني. وبنحط كده ايه ما بنملاش الحلة قوي شوربة، يا دوبك نهزها كده هزة بسيطة وتبقى كده الورق باين معايا يعني. بصوا كده نديها كمان كبشة.
بس كده هجيب طبق كده كبير واحطه على الورق عشان الورق ما يتفتحش معايا من كتر الغليان، واحطها على البوتاجاز على نار عالية جدا. مجرد ما تتشرب معايا هوطي عليها شمعة وتستوي بقى ايه على نار هادية. بس في البداية بخلي النار عالية لغاية ما تتشرب معايا، وبعد كده اوطي اكني بسوي رز بالظبط. الرز بنسوي عليه نار عالية الاول وبعد كده بنوطي عليه. المحشي نفس الطريقة، والفلفل برضو نفس الطريقة. بنديله غلوتين 3 كده في البداية، واول ما يبتدي يتشرب معايا اروح موطيه عليه. بس كده خلاص الحلة اتشربت معايا اهيت. بصوا عاملة ازاي، هوريها لكم دلوقتي كده على نار عالية. هشيل الطبق بقى، خلاص هي اتشربت كده، انا مش محتاجة الطبق اي حاجة تاني عشان انا هوطي عليها خالص. بصوا شكلها عامل ازاي، مفيش رزاية على صابع المحشي. هسيبها بقى دلوقتي على نار هادية جدا، هغطي عليها كده لغاية ما تستوي واحمر اللحمة بتاعتي. وكده خلاص حلة المحشي بتاعتنا استوت. هوريكم بصوا منظرها تحفة. بصوا كده مفيش رزاية على الحلة. بصوا عاملة ازاي، جميلة جدا. شايفين الصوابع عاملة ازاي، حاجة كده من الاخر. شايفين مفيش رز خالص حوالين الطبق بتاعي ولا فوق صوابع المحشي خالص، عشان انا ضغطه الرز بتاعي مش مهوياه في قلب الورق بتاعي، فايه ما طلعش من الصابع. كده انا حمرت اللي بعد ما اللحمه طبعا اتسلقت، حمرتها بمعلقه سمنه بلدي كده، احطها حوالين كده الطبق بتاعي. بس كده. وهجيب الفلفل برضو اللي استوى، الفلفل الرومي والفلفل الحراق. بس كده هجيب الفلفل احط بقى على الوش كده الطبق بتاعي. بص الفلفل الرومي بقى، فلفل الشطه بقى لما استوت بقى شكلها حلو قوي، وطعمها طبعا جميل جدا. اللي بيحب الحراق طبعا، ما بتحبوش الحراق اعملوا الرومي بس، طعمه كان تحفه. بصوا الرز بتاعي على حوالين الفلفل بتاعي يا دوبك على وش الايه الفلفلايه، يعني ما نزلش في الحله ولا اي حاجه. كبسته كويس جدا وسبت حوالي عقله صباع كده فاضيه. مجرد ما بيستوي بيملى معايا القرن الفلفل، كان رومي او شطه. او المنظر الجميل ده، يا رب الطريقه تعجبكم وتجربوها. وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وتدوسوا لايك. وان شاء الله باذن الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.